السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه مجله رقيقه. النهارده ان شاء الله هعمل لكم اكله سهله جدا وحلوه جدا. البنات اللي بيحبوا البسطرمه تنفع في عشاء او فطار او غدا. يعني انا بحب البسطرمه جدا جدا يعني. هعمل لكم ان شاء الله بيها اكلات كتير. المقادير بتاعتنا هما حاجتين بس، بسطرمه وجبنه. في ناس بتعملها بالبيض، بتعمل طبق بيض بالبسطرمه، بس انا بحب اكلها بالجبنه اكتر. هوريكم طريقتها بالجبنه، هتعجبكم جدا ان شاء الله. ممكن تستخدمي بدل الجبنه النستو دي جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه اي نوع جبنه انت تحبيه. او جبنه كريمي اللي هي السايحه دي برضو هتنفع. بس الاسهل يعني اللي هي المثلثات، بتطلع طعمها حلو قوي فيها. فتعالوا معايا بقى نشوف هنعملها ازاي. طيب دلوقتي يا بنات احنا كده حطينا الزيت، هنحط بقى دلوقتي ننزل على طول عليه بالبسطرمه. حاولوا تهدوا النار شويه وانتوا شغالين، متبقاش نار عاليه. تمام. هنشوحها بقى كده شويه في الزيت ده لغايه لما لونها يتغير معايا. تمام. اول لما لونها يغير هرجع لكم تاني. كده يا بنات البسطرمه اتشوحت خلاص معانا. هننزل بقى دلوقتي عليها بمثلثات الجبنه. تمام زي ما انتم شايفين كده. هنقلبه بقى كده كله مع بعض لحد ما الجبنه تسيح. هوريها لكم بقى في النهايه يبقى شكلها عامل ازاي. طبق البسطرمه خلاص خلص، بجد شكلها روعه. انا حطيت الاول بطاطس محمره، بعد كده حطيتها، وبعد كده حطيت خضره على الوش. هي بتتقدم عاده كده في المحلات، وساعات كمان بيحطولك على وشها جبنه سايحه. بتبقى طعمها تحفه جدا بالطريقه دي. بجد اللي بيحبوا البسطرمه هيعجبهم قوي الطريقه دي فيها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بليز لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك واعملوا سبسكرايب لقناه مجله رقيقه، وسبسكرايب لقناتي هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم على خير في فيديو تاني قريب، ومع السلامه.